السلام عليكم يا حبايبي، يا أجمل متابعين وأجمل مشاهدين، ولادي وأحفادي وإخواتي. ربنا يبارك لنا فيكم وفي عمركم، وأشوفكم دايما يا رب بألف خير. دلوقتي أهو معايا الكبة، حطها طبعا على السرير وأنا قاعدة. ده زيت، لا مؤاخذة، ده زيت فستق. وادي السوداني هعمل لكم فستق كداب، بس هو كان طعمه مش كداب ولا حاجة، كان صادق شوية، كان طعمه حلو قوي. دلوقتي عين الغطا عشان احط الزيت الفستق. عين الغطا احط دلوقتي، بوريكم السوداني اهو، اللي هو السوداني الحلويات اللي احنا بنجيبه ده في رمضان ونعمل منه الحاجة كلها. معايا دلوقتي اللهم صل على النبي، اللون الغذائي الاخضر. معايا زيت الفستق، اسانس الفستق اهو، والسوداني. بص السوداني جميل ازاي، السوداني والله بقينا نقرص فيه واحنا قاعدين قبل ما نعمله. طبعا هنحط لون غذائي، نحط حبة فستق، معلش وقع من ايديا، حبة فستق، حبة اسانس فستق شوية، عشان لسه هنضرب الباقي. نحط لون غذائي، طبعا اللون الغذائي والاسانس بيطروا ايه، بيدوا زي المية شوية كده للسوداني. وادي عملته هو ده كده اهو، بسم الله ما شاء الله. الجرشة اللي انا عايزاها، مش عايزاه كبير ولا عايزاه زي البودرة، هو ده حلو قوي كده اهو زي ما انتوا شايفين. بص لونه جميل ازاي. لسه اعمل لكم مفاجأة تانية، ما فيش ايه حد عملها على اليوتيوب خالص، اول ما هيعملها على اليوتيوب هو انا. دلوقتي عندي ايه كبة اهي زي ما هي، هحط بردك سوداني واحط لون احمر، عشان طبعا الفستق الحلبي بيبقى ايه اللي هو اللون البستاج مع اللون الوردي الاحمر. فانا عملت ايه حبة بلون احمر، وهحط بردك اسانس حبة اسانس وهنا معايا حبة فستق كنت شايلهم في التلاجة، جبتهم وهضربهم في الكبة. بس هحط حبة اسانس، نسيت احط حبة اسانس فستق، هضربهم بقى في الكبة. اهو ايه رأيكم، حطيت الاحمر على البستاج. بص لما اقلبه كمان هيدي لون الفستق الحلبي بالظبط، اكن ايه كل اللي بيعملوا على اليوتيوب بيعملوا اخضر، بس انا بص عملته بمنظر اكني فستق حلبي بالظبط. وكمان في الطبيعة شكله اجمل من كده بكتير، يعني كمان الكاميرا مش جايبة لونه الحلو. بص لونه جميل ازاي. طبعا كده هنحطه بحطه في الصاج وهنحمصه في الفرن جوه فرن البوتاجاز. وطول ما احنا بنحمصه بنقلبه، طول ما احنا بنحمصه بنقلبه في فرن البوتاجاز، على اساس ايه ان يتحمص، ما يتشتش ولا يتحرق ولا حاجه، يبقى ايه زي ما هو. عايز تقليب على طول على طول تقليب على طول على طول على طول لما يتحمص خالص. طبعا هنا هيجابوهولي من الفرن. قلبت اهو زي ما انتوا شايفين. يا رب كل اللي انا بقدمه لكم يعجبكم، واعملوا من ورايا والله مش هتندموا. اهو زي ما وريتكم كده بفرده لان هو سخن قوي من الفرن. بوريكم لونه عامل ازاي، بس الكاميرا ظالمه لونه خالص، ده هو لونه جميل، لونه كان احلى من كده بكتير والله يا جماعه. هتشوفوه لما انا هوريه لكم بايديا دلوقتي، هو لونه اجمل من كده بكتير. عملته جميل، وتعملوه يا رب في الهنا وفي الفرح وفي السعاده، ويجعل ايامكم كلها هنا وفرح وسعاده، وتعملوه في ايام رمضان. كل سنه وانتم طيبين، هتبقى اجمل حاجه. خلوه عندكم في الثلاجه، احنا بنستعمله طول السنه. بص الوانه بقت جميله ازاي زي ما وريتها لكم اهو. اديني بقول لكم شوفوا لونه بقى جميل ازاي. ويا رب اشوفكم بالف خير كلكم جميعا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أجمل متابعين وأجمل مشاهدين. وأهم حاجة إيه؟ دعوتكم ليا بالشفاء العاجل. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض على وجه الأرض يا رب. أهو عملت لكم بص جميل إزاي. يعني هو الكاميرا ظلمة جدا عن ما أنا يعني عاملاه والله. يعني الكاميرا ظلمة لونه قوي قوي. يا رب أشوفكم بألف خير وكل سنة وانتم طيبين وفي ألف في مليون خير. إن شاء الله بإذن الله هبقى نعمل حلويات وأعمل حاجات وأبقى حطاها وهنزله لكم. وأنا حاطاه على الحلويات أو القطايف أو كنافة أو بسبوسة أو أي حاجة. كل حاجة بيتحط من السنة للسنة في التلاجة تطلع تعمل منه ما بيبص. طول السنة بعمل منه كل حاجة. كل سنة وانتم طيبين وأشوفكم دايما بألف ألف ألف خير. ماشي يا أجمل متابعين وأجمل مشاهدين. سلام عليكم يا حبايبي. ربنا يكرمكم يا رب.